اسكندريه تعالى اعرفك على اقوى اكلة فسفور وهتتصدم من السعر. فيها حرفيا كل انواع الفسفور اللي انت ممكن تتخيل. المكان ده هيبقى ادمان عندك خلاص كده، كل يوم هتاكل فسفور تقريبا. طاسة هرمون السعادة بتتكلم مع شوربة الجمبري مع الكابوريا مع السبيط. اوبر فاير دي اللي هتجيبك من على اول الشارع. كابوريا وهي نازلة على الجريل كده وعليها الخضار مع سندوتشات الجمبري اللي بالطحين. انا هنا كنت بغرق في الفسفور. تخيل انه بيمسك لك سندوتش الجمبري بالخضار، بعد كده جمبري تاني، بعد كده طحين. ركز كده، يعني لو انت مش في اسكندريه هتيجي مخصوص عشان تاكل اكله الفسفور دي. بس كده انت هتتصدم كمان لما اقول لك كل الطاسه دي بكام. بس دي هسيبها لك في اخر الفيديو لان فعلا هتاخد الصدمه. بس تعالى اقول لك بتتكون من ايه. قلت لك كده رز يا باشا، بعد كده سبيت، بعد كده جمبري. اعرف يعني ايه طاسه اسمها هرمون السعاده، اسم على مسمى، وهو المكان ده اللي عمل فعلا هرمون السعاده مش كلام. ولا شوربه الجمبري اللي عندهم يا جماعه. تهيألي مفيش اي حد هيروح المكان ده مش هيجرب كل العظمه دي. ادخل على طاسه هرمون السعاده، ودي بتتكون من رز على كابوريا على سمك بوري، تغرق لك في شويه سبيت وجمبري وفلفل مولع كده مع شويه بسارية وعيش. ده تبقى اول حاجه وهي شوربه الجمبري. بينزل لك كوبايتين يا جماعه. الراجل ده كريم قوي، لو قاصد يخسر مش هيعمل كل ده في طاسه واحده. بعد كده دخلنا على الكابوريا اللي غرقانه في الزبده. بديت هنا افتح الكابوريا كده يا باشا، الاقي لك كارثه من كوارث الزمن. وحرفيا كان طعمها لذيذ وبتشبع بطريقه مش طبيعيه. تمسك الكابوريا كده تفتح تدوق منها زبده. بصوا الكابوريا بقى اللي بتلوز دي، تمسكها كده تنزل في القلب مش في المعده. حاجه كده كانت التتبيله بتاعتها من بره كانت لذيذه جدا، بتدوب كده في البق من اول قطمه اصلا. بعد كده دخلت على الجمبري بالرز الاحمر. تخيل انت لو عازم اي حد على الطاسه دي او على المكان ده تتصدم من السعر اللي انا هقوله لك في اخر الفيديو. مع قرن فلفل بقى كده مع الجمبريايه، تكات وحركات. بعد كده دخلت على السبيت بقى يا باشا. ده محتاج عصره ليمونه كده تنزل في القلب بجد. انا من اول قطمه اللي هو ايه الحلاوه دي. معلقه رز احمر بقى كده عليه جمبريايه وسبيت. خلاص بقيت ادمان المكان. طول ما انت بتاكل في طاسه الفسفور كده مش هتقدر تقاوم المنظر. عصرنا بقى ليمونه مع البسارية القمر مع حبه رز احمر وولجو. اقول لكم ان الكميه رهيبه. امسك البسارية كده يا باشا، هوب على بق واحد هتقول. بس هنا قلنا لازم نهدم بشوربه جمبري قبل ما ندخل على وليمه السمك دي. ده كان سمك بو، سمكتين برضو مع الطاسه دي. هتتصدم من السعر في الاخر. لقيتهم كده يا باشا سمكات. انت بتاكل زبده مش سمكيه اساسا بالشوك بتاعها. في المنظر متبله من جوه متغرقه في الغطاء. طلع معاها كده بشوربه جمبري. المفروض يبقى اسمها سمكات المطرشم الصراحه. يبقى محشيه كمان من جوه خضار مع السمكه اللي متبله كويس جدا. تخيل السوا ده على الحشو ده بتختم بقى على معلقه رز وبساليه وجمبري جمبري وسبيت. انزلوا في اعماق المكان. هو شكسبير الجمبري. طلع الاكاديميه مدخل جمال عبد الناصر امام الاكاديميه الدوليه بالظبط. هتلاقيه هو في وش حدك لو انت اسكندراني اصيل تعرف الشارع ده. كل ده كان عامل كام؟ 200 جنيه. حبيت كمان اصور لكم صلي على